النهارده بقى خلاص فيديو casual خالص بيتكلم عن السفر، تجربتي في السفر لحد دلوقتي. أنا بصراحة مش مجهّز أي script فهاتكلم كده بشكل طبيعي خالص، مش يعني هاحكي، فيديو كده فيه حكي ورغي بشكل عام. والله لو عايز أوصف تجربتي يعني لحد دلوقتي بشكل عام هتكون دايمًا مرتبطة دايمًا مرتبطة بالسفر، دايمًا مرتبطة بإن أنا عايز أروح أسافر أماكن جديدة، عايز أشوف ناس جديدة، عايز أستكشف حاجات، عايز أشوف حاجات. أنا كان دايمًا عندي وأنا بادرس في الجامعة، دايمًا عندي فكرة إن أنا عايز أشوف الأماكن اللي أنا بادرسها دي، يعني مثلًا في تاريخ العمارة كل ما ندرس مكان أو نشوف حاجة أو كده، ما كانش الموضوع بيقف عندي عند ال الش ال الدراسة وبس، كان عندي إحساس كده إن أنا عايز أشوف المكان ده شكله في الحقيقة عامل إزاي. أنا أصلًا ما كنتش باسافر خالص، أنا سافرت من مصر تقريبًا وأنا عندي 23 سنة، وأنا ما كنتش قبل كده ركبت طيارة خالص، وعشان الناس هتسألني تقول لي: "أنت يعني السفر مكلّف ومش عارف إيه." أنا فاهم طبعًا السفر مكلّف، وأنا كنت في مصر عمري ما كنت باسافر ولا عمري ركبت طيارة ولا كان معايا فلوس حتى afford بيها إن أنا أسافر. وعلى فكرة أنا خارج من مصر لمّا سافرت قطر، كنت خارج وأنا معايا بالضبط في جيبي 200 ريال، 200 ريال قطري، يعني كان وقتها حوالي 400 جنيه. وفعلًا أنا ما كانش السفر أبدًا من خطتي ولا كان في بالي ولا أي حاجة، كنت باحلم بيه وكل حاجة، بس ما كنتش أعرف إزاي ممكن يعني أقدر أعمله بشكل مادي، أنا ما كانش معايا الإمكانيات ساعتها إن أنا أعمله. أنا كان فكرة السفر كانت بالنسبة لي مهمة، ولمّا سافرت وابتديت أسافر اتعلقت جدًا، جدًا بالموضوع وبقى بشكل أساسي، بقى أنا عايز أعمل الحاجة دي. كنت كل ما باسافر كل ما باستكشف إن أنا عايز أسافر أكتر. وبعدين أول تجربة بقى إن أنا قررت أسافر، خلاص أنا عايز أستكشف بقى أول مكان، وفعلًا كان الأردن. رُحت الأردن وافتكر إن أنا كمان كانت أول مرّة أجرّب إن أنا أنزل في hostel، اتعرّفت على ناس ومشيت معاهم، كان واحد ألماني منهم وواحد سويسري، واتعرّفنا على بعض واتصاحبنا ونزلنا مع بعض، أخدنا الرحلة كلّها من فوق من عند عمان لحد البتراء، وعمري ما أنسى خالص، محفور في دماغي كده الإحساس وأنا ماشي في المكان اللي هو بيودّي للبتراء، زي مكان ضيّق كده ما بين الجبال، والجبال لافة بشكل معيّن، وتدخل كده ويحصل بقى reveal للمكان بتاع البتراء نفسه من وسط الجبال كده ووسط الصخور، وإن أنا أشوف المكان نفسه وواقف متنّح كده، إيه ده! المكان ده أنا باشوفه في الصور ونفسي آجيه ونفسي أسافره، مرّة واحدة لقيته قدّامي. هي دي الحاجة اللي كانت بت 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 آمم، بتشد شغفي ناحية إن أنا أسافر، أشوف المكان على الحقيقة. بس كانت بقى الرحلة التانية المؤثرة جدًا كانت الهند. الهند كان كل الناس بتخوّفني جدًا أسافر الهند، كان كل الناس حتى في الدايرة اللي حواليّا في المكتب وفي الشغل وفي كل الكلام ده: "أنت مجنون، أنت مش هينفع، أنت هتسافر هتروح فين، أنت مش عارف إيه، حد يروح يسافر الهند هتعمل إيه هناك." ومش عارف، وأنا كان عندي جنون. كان معايا واحد في المكتب شغال في المكتب اسمه سجاد، كان كل ما يكلمني يقعد يكلمني على الحاجات اللي بيشوفها في الهند والarchitecture والمعابد والعمارة ومش عارف إيه، فابتدى أتحمس جدًا أسافر، أنا عايز أشوف المكان ده على الطبيعة شكله عامل إزاي. بس في نفس الوقت كان عندي خوف ورعب من البيئة نفسها، لأن البيئة صعبة جدًا، جدًا، وما كنتش عارف أعمل إيه. ففاكر كويس جدًا أول يوم وصلت ليه ونزلت في الhostel ومش عارف أعمل إيه، يعني فعليًا جاي نازل أتحرك لوحدي، مش عارف أنزل أعمل إيه، يعني نازل الشارع مش عارف أتحرك أروح فين لفين، وما كانش معايا إنترنت وما كانش معايا حاجة أعمل إيه. ففضلت قعدت شوية في الhostel، واليوم ده فعلًا ما نزلتش فيه خالص من الhostel لحد ما تاني يوم ابتديت بقى أسأل وأعرف مين اللي ممكن يساعدني إن أنا أروح الأماكن اللي أنا عايزها وكده، واتعرّفت على حد في الhostel وبعدين اتفقنا إن إحنا نروح نزور الأماكن اللي أنا عايز أزورها. وبعد كده بقى رُحت شُفت مسجد جامع اللي موجود في دلهي،
بعد كده رُحت على آجرا، شُفت بقى تاج محل لأول مرّة، وكانت تجربة بقى فكرة إن أنا أشوف الأماكن دي كانت حاجة محفورة في ذهني يعني، محفورة في ذهني بجد. بس لمّا رُحت جايبور طبعًا شُفت كل الأماكن اللي هناك، حوا محل والشوارع وحسيت إن أنا بعد فترة كده من التواجد في الهند يعني، إن أنا ابتديت أتعوّد على شكل الحياة هناك يعني. اندمجت مع لإن طبعًا كنت بانزل في hostels، وطبعًا تجربة الhostels في الهند كانت مختلفة جدًا، لإن دايمًا في ناس بتسافر، ودايمًا بتسافر solo، فممكن تقابل حد فتتعرّف عليه فتمشي معاه، فتعملوا حاجة مع بعض، تعملوا activity مع بعض، كل الكلام ده. فكانت تجربة الهند كانت تجربة ممتعة جدًا، وأنا متأكد إن هي كانت من الحاجات الفاصلة يعني اللي خلّتني بعد كده أفكّر بشكل مختلف، أو أنا شخصيًا في التجربة بتاعة إن أنا أقابل ناس في الhostel وأسمع منهم هُم بيعملوا إيه، تجاربهم عاملة إزاي. دي كانت بالنسبة لي أهم حاجة، إن أنا الناس دي عمري ما في الحقيقة إن أنا هاقابلها، أو عمري أنا في نطاق المعيشة العادية، أو زي ما أنا كنت مثلًا عايش في قطر أو شغال، إن أنا هاقابل ناس من النوع ده. ناس مختلفة خالص، اللي ساب دراسته بيسافر، اللي عامل gap year وبيسافر سنة، اللي بيعمل volunteering في مش عارف في مكان فين، فكلّهم ناس مش من الطبيعي إن أنت تشوفهم في البيئة العادية بتاعتك. فالهند كانت تجربة جميلة، وبعد كده طبعًا أنا لمّا ابتديت أتعلّم تصوير وأشتغل على اليوتيوب، كان أول destination أروحها كانت الهند تاني برضه، عشان أصوّر بقى فيها، وكانت rich، كل حاجة فيها rich. وبعد كده رُحت كمان، بس رُحت بعد جايبور رُحت أوديبور. آآ من التجارب برضه الحلوة تاني اللي أنا جرّبتها في السفر، كانت لمّا رُحت، طبعًا رُحت بعد كده مثلًا رُحت كمبوديا، من الأماكن اللي أنا ما كنتش متخيّل أبدًا إن أنا أروحها. بس كمبوديا كانت جميلة جدًا، 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 من ساعة ما نزلنا في مطار سيم ريب، مطار صغير كده شبه السوبر ماركت، بس كان مطار حلو وشكله حلو جدًا. فروحنا ساعتها كنت عايز أشوف بقى المعابد بتاعة مملكة الخمير أظن على ما أتذكر يعني. كنت عايز أروح أشوف أنكور وات، اللي هو المعبد المشهور اللي موجود في كمبوديا، ودي كانت تجربة ممتعة إلى أبعد الحدود. كان بتحجز تيكت كده 3 أيام، ال3 أيام دول بتتحرك فيهم جوّه النطاق المكان، المملكة ده. هو المكان كله يعني ليه مداخل محددة، وتقضّي بقى فيه كبير جدًا، جدًا، وما تقدرش تخلّصه في يوم واحد، لإن أنت بتتحرك جواه بمواصلات. مكان زي مملكة، المملكة بتخشها بتبقى محفوظة يعني. اتحركنا قعدت 3 أيام أتحرك من المعبد ده للمعبد ده للمعبد ده، وأتفرّج على أماكن. كانت الصراحة كانت متعة، متعة، متعة إن أنا أقرر أروح كمبوديا و و وأقضّي فيها كام يوم. فكان كل ما بارجع من رحلة أخطّط للرحلة اللي بعدها، كل ما أخلّص رحلة أخطّط للرحلة اللي بعدها. وخلاص يعني اتعوّدت بقى، اتعوّدت على الحجز، اتعوّدت على السفر، اتعوّدت أقعد في hostel شكله عامل إزاي، اتعوّدت في أوتيل شكله عامل إزاي. وبعد كده أفتكر برضه إن أنا رُحت تايلاند وماليزيا. رُحت تايلاند وماليزيا وكانت تجربة برضه ممتعة جدًا. في تايلاند أنا فاكر إن أنا كنت باروح المعابد بتاعة البوذيين وأدخل أقعد في وسطهم. وتايلاند برضه كانت تجربة مختلفة جدًا، بس كمبوديا كانت حلوة جدًا في الحتّة دي. ورُحت برضه كمان إندونيسيا ورُحت بالي مع صاحبي، وكنا بنصوّر حاجات واتنطّطنا وعملنا حاجات ومش عارف إيه. أنا حكيت لكم على القصة دي قبل كده. وفي برضه من المحطات الجميلة جدًا لمّا قررت أسافر الفلبين. بس الفلبين بقى كانت زيارة مختلفة خالص. كان كل السفريات باسافرها دي ممكن تبقى أسبوع، 5 أيام كده، إنما الفلبين كانت شهر كامل. في الشهر ده حرفيًا سافرنا من شرق الفلبين لحد غربها حرفيًا. الفلبين كلها جزر، فيها 7000 جزيرة أو حاجة زي كده.
وكانت كانت طبعًا صعبة، يعني كانت صعبة بس كانت ممتعة جدًا. كنا بنسافر يعني وصلنا مثلًا مانيلا عاصمة، وبعد كده سافرنا طلعنا بقى طيارة على شيرجاو اللي هي في الشرق خالص، اللي بتطل على طول على المحيط. يعني دايمًا ننزل جزيرة شكلها مختلف خالص، نستكشفها ونلف. وكنت أأجر السكوتر ده اللي هو بيتاخد مش عارف كان ب300 بيسوس والّا بيسو في اليوم. كنت آخده وانطلق، يعني فهاقعد ألِف على الأماكن كلّها. وكانت يعني الجزر في الفلبين شوية underdeveloped، يعني هي مش developed أوي، يعني إن في كل حاجة مضبوطة ونضيفة وكده. بس كانت دي حلوة بتسمح لك إن أنت يعني إيه، تستكشف الجزر دي بشكل طبيعي يعني. ما فيش فيها مباني كتير، ما فيش فيها حاجات كتير متركزة في أماكن معيّنة، كانت بتبقى لطيفة بالشكل ده. وبعد كده سافرنا من شيرجاو لحد المنطقة اللي في النُص سيبوه، ونزلنا تحت خالص عند دوماجيتي، ورُحنا مش عارف جزيرة إيه وجزيرة إيه. أفتكر كويس كمان لمّا رُحت بقى كورون ونيدو، يا نهار أبيض! كانت كورون ونيدو كانوا من أجمل الأماكن اللي ممكن تشوفهم في حياتك على الإطلاق. يعني من كتر الشواطئ يعني هي طبعًا متفرفتة يعني لأماكن كتير جدًا. يعني حتى لمّا كنا بنروح جزيرة أساسية زي كورون ونيدو، في جزر تانية صغيرة جدًا إن أنت تروح من جزيرة لجزيرة، لجزيرة، لجزيرة خلال يوم. وطبعًا كنت فاكر كويس جدًا لمّا بتشترك مثلًا في النيدو كنا بنشترك مثلًا في طلعة في boat مثلًا معيّن، بيبقى مثلًا 10 وال10 ده والجروب ده بياخدك يوديك كذا مكان في النيدو أو في كورون. هاحط لكم المشاهد. وبعدين الناس كانوا بيعملوا أكل إزاي، كانوا بيجيبوا الأكل جاهز معاهم raw من فاكهة وأكل وسمك ومش عارف إيه، ويعملوه على المركب وبعد كده ييجوا يقدموه لنا وإحنا على الشط. الفلبين كانت تجربة أكتر من جميلة، وكانت جاية في وقت صعب جدًا. ورغم كده برضه إحنا سافرنا وقررنا نسافر وقررنا نعمل الرحلة كلّها. لو نيجي بقى لمرحلة أوروبا، أنا كنت باحلم جدًا، جدًا، جدًا أسافر أوروبا. فالحمد لله بتوفيق ربنا يعني إن الفرصة جات وجيت أوروبا وقعدت أسافر فيها. فطبعًا في أوروبا بسبب سهولة السفر والتنقل والحركة والكلام ده، خلّاني على قد ما أقدر أتفرّج وأشوف وأروح أماكن كتير جدًا. من الحاجات اللي معلّمة معايا هي إيطاليا. إيطاليا الصراحة كانت أول سفرية أسافرها جوّه أوروبا بعد ما جيت ألمانيا. كان elective في الجامعة كان اسمه Rome 1 to 1. وكان الهدف 3 أيام هنفضل بنلِف على الأماكن إحنا درسناها، لإن إحنا عندنا ندرس فترة مباني في روما وكده. والمفروض كنا هنعمل رحلة ميدانية بقى ونشوف الأماكن دي على الحقيقة، كل واحد بيبقى متخصص معاه مبنى واحد هو بيركّز عليه. فقعدنا 3 أيام نلِف على الأماكن ونروح من الأماكن ده للمكان ده والمكان ده للمكان ده، ومعانا أستاذ بتاعنا بيقعد يشرح لنا بالضبط حاجات، وكمان كانت في ناس متخصصة بتشرح لنا برضه حاجات. وبعد كده روما كانت تحفة. يعني يعني كان يمكن تكون هي أفضل destination أعملها أول ما جيت فعلًا، يعني دي حقيقة يعني. وإيطاليا بقى علّمت معايا. إيطاليا أنا أكتر بلد سافرتها في أوروبا لحد دلوقتي. سافرت حاجات كتير جدًا، سافرت روما وفلورنس بيزا وأظن سيينا. سافرت الشمال بقى ناحية فينيس وميلان ويمكن كمان ليك كومو وليك جاردا. رُحت مؤخرًا لمانتوفا، فيرونا، فيتشنزا. يعني كل مدينة على فكرة المدن دي قريبة جدًا من بعضها، يعني فرق مسافات 20 دقيقة، 30 دقيقة. إيطاليا كل مدينة ليها سحر كده مختلف.
تروحها كمان في أوقات كمان مختلفة، يعني تروحها في الشتا ناحية وقت الكريسماس هتلاقيها مختلفة، تروحها في الصيف هتلاقيها مختلفة، تروحها في الربيع هتلاقيها مختلفة. بالذات سيينا كانت عبارة عن سحر، أو فلورنس. فلورنس اللي عايز متاحف هتلاقي، عايز مشاهد جميلة هتلاقي، عايز أكل هتلاقي، كل حاجة في فلورنس كانت حلوة بجد. وفلورنس كمان متمركزة في نص توسكان، توسكان غني جدًا بالأماكن والمدن والكلام من ده، ففعلًا كانت رحلة جميلة. وأنا يعني بقى عندي كمان فكرة إن أنا عايز أروح تاني وتالت ورابع وخامس الأماكن دي برضه، من كتر ما أنا كنت متعلق جدًا بإيطاليا. فكرة كمان إن أنا ابتديت أتعلق بحتة إن أنا أذاكر وأدرس. يعني في الأول ما كانش الموضوع معايا، موضوع السفر ده ما كانش متعلق أوي بالدراسة على قد ما هو متعلق بالاستكشاف، إن أنا عايز أشوف الأماكن دي وأجربها وأشوف شكلها عامل إزاي. بس بعد كده مؤخرًا ابتديت أحس إن أنا لأ، أنا حسيت نفسي إن أنا بدأت أذاكر، ولمّا باذاكر عمارة أكتر وباذاكر تاريخ أكتر، باتعلق جدًا بإن أنا عايز بقى أروح أشوف الأماكن دي على الحقيقة. هو ده اللي حصل معايا مؤخرًا لمّا بدأت أتعلم أكتر عن بلاديو وعن الvillas بتاعته في شمال إيطاليا. ابتديت عملت رحلة مخصوص رُحت فيها فيلات ل ل ل لبلاديو. آمم، ورُحت فيتشنزا اللي هي المدينة اللي فيها فيها مجموعة كبيرة جدًا من المباني اللي هو عملها. فابتديت أربط التعلُّم وإن أنا أذاكر بإن أنا أروح أشوف بقى اللي بعد ما أذاكر أروح أشوف بقى الأماكن دي على الحقيقة، لإن إن أنت تجرّب الarchitecture وتشوفها وتعيش الفراغات نفسها بتاعتها، دي بتسيب فيك بصمة، يعني بجد، بجد بتسيب فيك بصمة بتعلّم على وجدانك عمومًا، كل حاجة فيك، تفكيرك وعقلك وإحساسك بالفراغات نفسها، وفي شغلك نفسه بيطلع كمان كل الكلام ده. فبجد أنا مش عايز أي حد يفكّر إن السفر صعب أو مستحيل أو أي حاجة. أنا والله ما كانش معايا أبدًا الماديات إن أنا أقدر afford السفر، بس يمكن أنا دلوقتي سافرت يمكن أكتر من 30 بلد، ودول محتاجين يعني محتاجين مبالغ. ففي إمكانية طبعًا إن الواحد يسافر دلوقتي بمبالغ بسيطة أو affordable جدًا. في السفر طرق كتيرة جدًا موجودة على اليوتيوب ممكن تتعلم منها إزاي تسافر بشكل رخيص، مش لازم تسافر طول الوقت بشكل fancy أو بشكل معين. أنا بانصحكم أو حتى أو يعني مش قصة نصيحة، بس باقول لكم يعني إن قد إيه السفر مهم في حتة إن هو بيغذي إن أنا يبقى عندي تطلُّع لحاجة جديدة، حاجة مختلفة، حاجة أنا مش قاعد في مكاني طول الوقت وباحكُم على المواضيع. لأ، أنا عايز أروح أشوف بجد المكان. طبعًا الناس كلّها بتقول على الهند كذا، 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 لأ، بس أنا عايز أروح أشوف بنَفْسي المكان ده. هل أنا فعلًا حسّيت زي ما هُم شايفين أو شُفت زي ما هُم شايفين، والّا أنا من خلال تجربتي أنا اتبنى عندي فكرة جديدة عن المكان ده وعن أهمية المكان ده؟ اللي أنا شايفه في السفر إن هو مش حاجة بعيدة أو ثانوية أو مش مهمة. لأ، هو السفر بالنسبة لي كان بجد، بجد حاجة أنا حطيت فيها investment كتير واستثمرت فيها كتير وقت وفلوس وكل حاجة. بس عمري ما باندم أبدًا على السفر، عمري ما باندم على التجربة اللي أنا باعيشها، لإن هي فعلًا الذكريات والmoments دي والوقت اللي أنا باقضيه في السفر هو ده اللي فعلًا بيتحفر جدًا في ذهني، سواء كان للسفر للتجربة والمتعة بس، أو للسفر كمان لجانب الدراسة وإن أنت تجرّب الأماكن وتشوفها وتشوف الarchitecture على أرض الواقع.